عمل جهاز مفيش منه اتنين في مصر يشحن تليفونك في الشارع وبجنيه واحد بس. لا وايه، مش بيستهلك كهرباء، كله بالطاقة الشمسية. ايه حكاية الجهاز ده ومين اللي اخترعه؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. تخيل تكون ماشي في الشارع وموبايلك فصل شحن ومفيش فيشة قريبة، وفجأة تلاقي جهاز صغير كده معمول بشكل شيك ومكتوب عليه حط جنيه واشحن موبايلك 25 دقيقة. فكرة عبقرية، صح؟ الفكرة دي مش جت من شركة كبيرة ولا مؤسسة أجنبية، لا، دي فكرة شاب مصري اسمه أحمد سامي الشريف، طالب في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. بدأ طريقه من التعليم الفني قسم كهرباء، وقرر يكمل حلمه لحد ما اخترع جهاز شحن موبايل بالعملة والطاقة الشمسية. الجهاز ببساطة عبارة عن باور بانك عمومي بيتثبت في الشوارع والشواطئ، مقسم لخزانات صغيرة، وكل ما تحتاج تشحن تحط جنيه ويبدأ يشحن لك الموبايل لمدة 25 دقيقة من غير كهرباء، كله بالطاقة الشمسية. أحمد بيحكي إن الفكرة جات له بعد امتحان الدبلوم لما حاول يطمن أهله وتليفونه فصل شحن وما لقاش مكان يشحن فيه، ومن هنا قرر يعمل حاجة الناس تستفيد منها. اشتغل على الفكرة شهر كامل لحد ما قدر ينفذها، ودخل بيها مسابقات علمية كتير وفاز فيها. خد المركز السابع من بين 1400 مشروع في برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني، وبعدها المركز الأول في معرض القاهرة الدولي، وسجل اختراعه رسميا في أكاديمية البحث العلمي سنة 2016. مش بس كده، أحمد أعلن إنه هيتبرع بأول جهاز هيتم إنتاجه لصندوق تحيا مصر، وده دليل على قد إيه عنده انتماء وحب لبلده. دلوقتي بيخطط يطور الجهاز علشان يقدم كمان خدمة إنترنت وشحن فوري وقياس ضغط الدم ونبض القلب. أحمد مثال حقيقي للشاب المصري اللي بدأ من الصفر، تعب واشتغل وآمن بنفسه، وأثبت إن التعليم الفني مش نهاية الطريق، ده بداية لحلم كبير ممكن يغير حياة الناس كلها.